عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. جايين النهارده بفيديو جديد من المنتجات الترند اللي بقالها فتره على الساحه زي ما بيقولوا وماسكه الترند. طبعا زي ما انتم شايفين هو مجهول المعالم شويه. ده اسمه ايه؟ ده من المجموعه بتاعه ارجنتو. ده كان السان سكرين بتاعهم اسمه بروفايت. تمام. صن بلوك دوت جايين بقى نتكلم عنه. له ما له عليه ما عليه زي ما بيقولوا. ليه مميزات وليه عيوب. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ونبدأ نتكلم ونستفيض فيه، فضلا وليس امرا، كل اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويختار الكل علشان يوصل له كل الاشعارات اول ما انزل اي فيديو. وعايزه اعرف رايكم. انتوا حابين ان انا انزل ريفيوهات عن منتجات خارج الماي واي والايفون والاورفلام وكل التجارب بتاعت الشركات التانية، ولا حابين ان احنا نفضل بس في الثلاث منتجات بتوع شركاتنا؟ انا هعرف كده من الكومنتات بتاعتكم، هستناها. قولوا لي، انزلوا في الكومنتات وقولوا لي يا بيبو كملي، لا يا بيبو مش عجبانا، وانا بتقبل كل الاراء عادي جدا. وطبعا ما تبخلوش علينا باللايك. طيب مبدئيا ده ايه؟ ده صن بلوك. يعني معلش اسفل شكله المجهد، بس دي برضو من ضمن العيوب. بس مبدئيا صن بلوك يا بنات مهم جدا لكل البشرات، سواء في الصيف سواء في الشتاء. المجموعه ديت مجموعه ارجنتو، هتلاقوا نازل منها قبل ما انزل الفيديو ده هتلاقوا ريفيو مفصل عن الغسول بتاعها. تمام. نحب بس ايه ندي هنت بسيط او خلفيه بسيطه عن اهميه الصن بلوك. يا جماعه اي صن بلوك مش لازم بتاع الشركه دي. فايده الصن بلوك في العموم ان هو بيحمينا من الاشعه فوق بنفسجيه الضاره اللي بتخترق حاجز البشره، اللي لو اخترقت حاجز البشره بتدمره، بتسبب له التهابات، بتسبب له خطوط عريضه، خطوط العريضه والخطوط الرفيعه، وبتسبب التجاعيد، بتسبب التصبغات، بتسبب كمان اللهم عافينا بعد الشر عننا جميعا سرطان الجلد. ربنا يعافينا يا رب ويعفو عن الناس كلها. فلك ان تتخيلي ان المنتج ده لو الصن بلوك لو اهملتيه انت بتخشي في مشكله كبيره جدا، والموضوع بيكبر وبيتفاقم. فاحنا في غنى عن ده كله. فلازم نحط الصن بلوك من ضمن الروتين الاساسي بتاعنا. ما تشتريش ميك اب بس، اشتري صن بلوك. صن بلوك صيف وشتاء، صيف وشتاء. طيب ايه اللي انا بشتريه او ايه الحاجات اللي انا احطها في الحسبان وانا بشتري اي صن بلوك، او ايه الثلاث علامات اللي لو موجودين في الصن بلوك انا اعرف ان الصن بلوك دوت اي ماركه بقى ايا كان، ما يهمنيش الاسم، يهمني بس الثلاث مميزات دولت يكونوا موجودين. اول حاجه ان هو ما يسيبش وايت كاستنج، يعني ما يسيبش الطبقه البيضاء اللي بتبقى ظاهره، يعني ما يجيرش. احنا في صن بلوك كتير من كذا شركه اشتريناه ولما بنيجي نحطه بتلاقي كده في طبقه جير حصلت، في طبقه بيضاء، وبتمشي بتحس ان انت في حاجه غريبه فيكي. لو ده موجود في اي صن بلوك انت بتشتريه فورا اعرفي ان دوت غير مناسب، غير فعال، مفهوش كفاءه، وعلى طول ما تتعامليش معاه. طيب تاني حاجه ان هو ياخد وقت كبير قوي في الفرد، تقعدي تضحكي وتدلكي كتير 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 عشان البشره تمتص. يا جماعه الصن بلوك كويس اول ما بتحطيه على البشره بتمتصه، وبيكون في سهوله في التوزيع وفي سهوله في الفرد. ما بتاخديش يعني مجرد ما بتحطيه، مسافه ما بتحطيه يا دوبك خلاص البشره اتشربته. طيب تالت حاجه ان هو في صن بلوك اول ما بتحطيها بتلاقي وشك سخن قوي 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 قوي، ووشك بدا يعرق 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 يعرق. ده انت لسه يا دوبك حاطه، ده انت ما نزلتيش اصلا من البيت، يعني انت بتعرقي ليه؟ وعرق عرق عرق بغزاره. اعرفي طبعا الصن بلوك ده وحش. يبقى الثلاث نقط دولت لو لقيتيهم في اي صن بلوك ابعدي فورا عنه. تمام اتفقنا. يبقى كده في خطوط رئيسيه وخطوط عريضه. الصن بلوك مهم لكل انواع البشره، طبعا كل واحد يجيب اللي بيناسب بشرته. الصن بلوك مهم في الصيف وفي الشتاء، لا غنى عنه. الصن بلوك بيتجدد من 2 ل3 ساعات. دي كده الخطوط العريضه، واتكلمنا في المميزات وفي العيوب وازاي تعرفي تختاري الصن بلوك اللي انت عايزاه. نيجي بقى للقمر الكتكوت الصغنن ده. طبعا انا قلت لكم ان الترند الفتره دي، الترند مجموعه ارجنتو كلها. فانا لما جبت الغسول انا بصراحه عجبني، وهو دوت اللي شجعني ان انا اجيب باقي المجموعه.
تمام. زائد ان انا شفت كميه ريفيوهات قد ايه البتاع ده عبقري، ومش هتشوفي شان بلوك تاني بعده، وقد ايه هو البديل الافضل للاروش بوزيه، ويا خساره فلوسنا اللي دفعناها في لاروش بوزيه، وي وي وي، وطلع كله بلح. هو من الاخر بلح. طيب اول حاجه بصوا الباكج سيء جدا على فكره، ده من تاني يوم والكتابه طلعت يعني. ده بصوا اهو، شايفين؟ بصوا منتهى السهوله. فده سوء مش مني والله، مش سوء استخدام مني، بس هو الباكج سيء جدا، والكتابه اللي عليه من اول يوم بتروح. هتقولي لي ما تدققيش يا بيبو، اهم حاجه عندنا اللي جوه. ما هو اللي جوه كارثه، اللي جوه كارثه بكل المقاييس. انا مش بدقق والله في اللي بره بس، عارفين لو اللي بره بس هو اللي وحش والله كانت هتعدي، بس ان اللي جوه كارثه. تيجوا نفتحه، تعالوا نفتحه. انا طبعا مش قادره اقرا لكم اي حاجه من هنا لان بصوا هو كله ممسوح. تعالوا بس نشوف الفورمولا القمر الحلوه الكارثه اللي جوه دي. بصوا ادي اهو، نشوف اهو. بصوا هو المفروض ان هو لوشن شويه يعني، خفيف شويه في القوام. طبعا بما ان هو خفيف في القوام فالمفروض ان هو يتشرب بسرعه، ده المفروض، بما ان يعني ده الف ب، طالما انا لقيت الفورمولا خفيفه فلاقيه. بصوا بقى هنقعد قد ايه بقى ندمج، بصوا بقى هندمج قد ايه مع ان هو خفيف، ده مش كريم. بصوا بقى انا هقعد ادمج قد ايه، خلينا بقى قاعدين. هو حرفيا على البشره بيبقى عامل كده، لكم ان تتخيلوا انت عماله تدمجي. انا بدمج بجد مش بهرج على فكره، او ايدي مش خفيفه. بصوا بقى انا عماله ادمج، بصوا كميه الزيت اللي طالعه في ايدي. بصوا اهو، تقيل جدا على البشره قوي فوق ما انتم ممكن تتخيلوا. ده يمكن على الايد حنين شويه، على البشره بشع. انت اول ما بتحطيه حرفيا، اول ما بحطه على بشرتي في نار بتحصل في وشي، نار. وشي كله بيبدا يسخن، تحت عيني كله بيبدا يعرق، وشي بيدي عرق 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 عرق. حتى لو في شتاء يا جماعه هتلاقيها عرق 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 عرق. في حاجه غلط في الفورمولا بتاعته، تقيل قوي في الدمج، ما بيمتصش، بيديكي ملمس ستيكي فظيع. بصوا تلزيق، هو بصي هو مجرد ان هو تلزيق. انت حرفيا حطيتي زيت على وشك، تمام كده. هتقولي يا بيمو انت بشره دهنيه فهو مش ماشي معاكي. جربته على اصحاب البشره الجافه. انا قبل ما بطلع اقول اي حاجه عشان ما اظلمش المنتج، لان انا بشرتي دهنيه، جربته على صاحبتي بشره جافه، قلت طب خدي جربيه يمكن العيب فعلا في بشرتي او مش ماشي بصراحه مع بشرتي. لا كان بشع، بهدل لنا بشرتنا احنا الاثنين، طلع لنا حبوب، عمل لنا حساسيه. عايزه اقول لكم ان اول ما بيجي ناحيه عيني كأن عيني فيها شطه حرفيا، ودموع دموع دموع، عيني بتحمر، انا مش عارفه فيها ايه. ف قلت اديله فرصه، يمكن انا اللي بشرتي حساسه. وجيت على نفسي قعدت بيه 10 ايام، بشرتي اتدمرت حرفيا. بس قلت ما هو انا فلوسي دي مش هتروح على الارض. فبصراحه استخدمته على ايه عشان بس ابقى منصفه معاكم، لان انا اوريدي مستخدماه. استخدمته على ايدي، واستخدمته على رجلي لما ببقى لابسه سليبر، لما ببقى لابسه صندل. ما هو برضو الرجل لازم كده، ما هو الفلوس دي لازم تتحلل يا شباب. ف كعامل حمايه بس مش قوي برضو على فكره، بالرغم ان ايدي يعني ورجل، بس لا ما ادانيش الافكت. يعني هو مكتوب عليه SPF 50، بس لا ما اداش الافكت بتاع SPF 50. خلينا بس حقانيين، يعني يمشي حاله نص نص، بس هو لا وحش 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 وحش، وعمري ما هكرره تاني. وانا بستخدمه بس دلوقتي ان انا بحلل فلوسه. هو سعره حلو، بصراحه سعره حلو. يعني هي المنتجات كلها كانت بتبقى نازله في عروض، واحد وعليه واحد، والاثنين بيبقوا 250 في الرينج ده. اغلى حاجه باين كانت ب 280 واحد وعليه واحد. فهي المجموعه اسعارها حلوه، بس انا بندم على كل جنيه انا دفعته فيها. وريحته وحشه، ريحته كمان وحشه قوي 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 يعني. لا ريحته اتنفرت، وهو وحش، وبهدل لي بشرتي، وحسس لي بشرتي، وطلع لي حبوب. فهو بشع. حتى عامل الحمايه بتاعه مش قوي، هو مكتوب عليه 50 بس هو مش قوي يا بنات والله. فلا البشره الدهنيه عجبها ولا البشره كمان الجافه، لان المفروض بما ان هو فيه الزيوت دي كلها في البشره جافه. بصوا ايدي مزيته ازاي، وبيفضل مزيت كده، بيفضل مزيت حرفيا بالمنظر ده.
فبصراحه مش هكرره تاني، انا بس بخلصه على ايدي، بخلصه على رجلي زي ما قلت لكم، لكن مش هكرره. وندمان على كل الريفيوهات اللي انا شفتها لانها كانت ريفيوهات فيك، واغلب البلوجر ده احسن سان بلوك واحنا ما بنستخدمش غيره، وده خلاص مش هنجيب لاروش بوزيه. لا ده كذب، لا حضرتكم اللي انتوا بتقولوه ده كله كذب، ومش كل البلوجر بيستخدموه، ولا كل البلوجر لما طلعوا المصيف هو اللي نفعهم. ده لو طلعنا بيه مصيف هنتبهدل حرفيا، يعني هنتشلوح زي ما بيقولوا، هنسود ما يعلم بينا الا ربنا. فلا هو مش حلو اطلاقا، ما تجربوهوش. ودي كانت تجربتي انا الشخصيه، وحرام اي فلوس، ده لو ببلاش ما تاخدوهوش بجد والله العظيم، لو ببلاش ما تاخدوهوش. انا عارفه ان في خلاف كبير جدا جدا على المجموعه دي. هو سان بلوك من شركه البل، شركه مصريه على فكره، يعني انتاج مصري. فاللي جربه وعجبه يسيب لي في الكومنتات، نفسي الاقي حد عجبه. واللي برضو متفق معايا على تجربتي ان هو مش حلو يسيب لي برضو في الكومنتات، عايزه اشوف كده الناس رايها ايه. انا كده وصلت لاخر الفيديو. هو كان فيديو لطيف، يا رب يكون خفيف كده، ما فيهوش كلام كتير يتقال ان هو سيء سيء سيء. ما تجيبوهوش ما تجيبوهوش ما تجيبوهوش. لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في الفيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.